بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستنى حرصنا دي السلسلة الخاصة بالأجهزة الطبية. نتكلم النهارده على موضوع كرسي العجل. كرسي العجل، طب يا ترى يا جماعة كرسي العجل ده مستحيل نتكلم عنه؟ أكيد طبعا مستحيل نتكلم عنه. هتكلم عنه بس عشان كنوع من أنواع التوعية، نوعي الناس. يا ترى كرسي العجل كل واحد ولا إيه الدنيا؟ لا، كرسي العجل طبعا مش هتكلم بقى التفرقة من حيث الصناعة. ده ايطالي ولا صيني ولا مصري ولا احنا عندنا في مصر على فكره بنصنع كراسي عجل حلو جدا. بس اللي يعنيني اكتر في موضوع التفرقه ما بين كراسي العجل، يا ترى الحاله نفسها، طبيعه الحاله المريضه عايزه الكرسي العجل ليه؟ عايزه الكرسي العجل مثلا عشان عايزه تقعد على الكرسي العجل عشان رجليها وتعبانه وكده ومش قادره تقف وكده ومحتاجه الكرسي العجل عشان تتحرك بيه، ولا عايزه الكرسي العجل عشان تتحرك بيه مش داخل البيت بس، لا بره البيت، ولا عايزه الكرسي العجل كمان تاني عشان الحاله يعني تعبانه اكتر وبالتالي مش قادره تخش الحمام، ولا ايه بالظبط؟ حسب كل حاله بيتحدد الكرسي العجل المناسب ليها. يعني مثلا لو حد لا انا عايز كرسي العجل بس عشان تعبان ومش قادر يتحرك وعايز يتحرك داخل البيت او داخل الشقه، في الحاله دي الكرسي العجل العادي، الكرسي العجل العادي سواء كان جديد او حتى مستعمل. طب الحاله مثلا اللي عايز كرسي عجل مثلا عشان هو عايز يتحرك بيه بره البيت، يعني يتحرك بيه بره البيت مش داخل البيت بس، في الحاله دي يفضل كرسي العجل بالكهرباء. طب لو حد لا حاله مرضيه تعبانه جدا جدا والحاله مريضه ومش قادر حتى تخش الحمام، في الحاله دي بياخد كرسي عجل مزود بقاعده حمل. لان طبعا كل حاله بطبيعه الحاله وعايزه الكرسي الايه بالظبط، بيتحدد نوع الكرسي المناسب للحاله. بفضل الله تعالى عندنا في رعاية فارما بفضل الله سبحانه وتعالى الكراسي دي كلها موجوده بانواعها المختلفه. باذن الله تعالى عشان في الله سبحانه وتعالى اللي احنا نوفر لكل اهالينا كافه الاجهزه الطبيه وكافه المسلمات الطبيه، كنوع من انواع هنقول الدعم المجتمعي، كنوع من انواع التضامن المجتمعي اللي احنا نحاول بقدر المستطاع نوفر لاهالينا كافه الاجهزه والمسلمات الطبيه. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.